الفيديو ده لزمايلي شباب جراحه العظام. يا جماعه الاستعداد لامتحان الماجستير او الزماله او الدكتوراه ما هوش ان احنا نقعد شهر قبل الامتحان نذاكر في البيت، ما هوش كده خالص. الاستعداد للامتحانات دي بيبتدي من يوم ما بتبتدي تشتغل جراحه عظام. كل عيان يدخل لك في عياده لازم تكشف عليه عدل، لازم تبقى قاري الاكزامينيشن وتنفذها على كل عيان كده زي ما هي. تمرن نفسك انك انت دي بتبقى حاجه بتتعمل كل يوم، يوم ما تيجي في الامتحان تعملها تبقى بتعملها عادي جدا. نمره 2 لازم تذاكر من اول يوم. شفت حاله غريبه النهارده هتروح تذاكرها، هتدخل عمليه بتستعد للعمليه دي من قبلها، تذاكر العمليه من قبلها، تحضر العمليه تبقى مركز في كل خطوه، في حاجه فاتت منك تسال عليها، بعد العمليه ترجع تقراها تاني تشوف اللي انت شفته النهارده هو ده اللي مكتوب في الكتاب مظبوط ولا لا. اخر حاجه انك انت تذاكر كل حاجه من الاول، ولما تيجي قبل الامتحان مجرد ان انت هتبقى بتراجع او بتلم المواضيع كلها. واحضر كل الكورسات التعليميه اللي ممكن تحضرها في الكام سنه اللي قبل الامتحان، سواء مؤتمرات سواء كورسز في جامعات او في حتت مختلفه. وخدوا بالكم ان في حاجه تانية مهمه، كل كورس او كل حاجه تعليميه او مؤتمر ينفع تحضره احضره من اول ما تبتدي تشتغل لحد ما تخلص. هتقول الكورسات دي في حاجات غاليه قوي، يا جماعه في حاجات كتير ببلاش بتتعمل في الجامعات كتير جدا جدا، وفي كورسات بتتعمل بتبقى اسعارها معقوله جدا، وفي حاجات كتير جدا جدا اونلاين. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وتابعوني هتلاقوا في اليوتيوب شانل بتاعتي معلومات كتير جدا اونلاين.